ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده هعمل معاكم بطايه حلوه كده بطريقه حلوه، ولا هنسلقها ولا هنحمرها ولا الكلام الفاضي ده. احنا هنحطها في كيس حراري كده مع شويه خضار، هنحشيها شويه خضار مع تتبيله حلوه كده هتخلي طعمها جميل. الجلد بتاعها هتاكليه قبل اللحمه بتاعتها، هيطلع معايا الطعم جميل وجوسي وطريه، والسوا بتاعها مظبوط، لا هي اللي مهريه ولا هي اللي بتشد معاكي. هيطلع معايا السوا جميل قوي. بس طبعا زي ما عودتكم عودتوني، لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لايك 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 لايك، وكمان تعملوا شير كتير للفيديو عشان الكل يستفاد منه، وكمان تعملوا كومنت حلو كده علشان يفرحني. ونبدأ بالطريقة على طول، نخش على البطاية بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي وتبلناها ازاي. معايا هنا بطاية حجمها 3 او 4 كيلو كده، حلوة قوي. كانت جايه لي من عند ست الكل، ربنا يشفيها يا رب ويشيل عنها. كنت نقعاها في محلول كده، خل وملح وليمون، من يعني ليلة كاملة كده علشان تساعد معايا على السوا كويس أوي. هاتبّلها معاكم، التتبيلة مكوناتها إيه: قرن فلفل كده لا يكون حامي أو بارد زي ما أنتِ حابة، طماطماية، بصلاية، حبّة توم كده حلوين. البهارات بتاعتي: ملح، فلفل أسود، كمون لو عايزة تحطّي، بهارات شوي، بابريكا، توم باودر وبصل باودر. الكاري بيدّي لون جميل وطعم حلو كده للشوي. هنبدأ أحط كل البهارات بتاعتي، وعليهم معلقة من الصلصة، وعليهم حبة من الزيت، ربع كوباية من الزيت كده، وكمان هاحط عليهم معلقة من الخل، بيساعد على السوا، بيدّي طراوة للحمة كده، وكمان معلقة من العسل النحل كده برضه بيساعد على السوا على طول، وإن هي ما تاخدش معاكِ وقت. هابدأ أخلط كل المكونات دي في بعضها كده في الخلاط بتاعي أو الكبة اللي عندِك زي ما أنتِ حابة تعملي اعمليه. هاخلطهم حبة كويسين، وطبعًا هاكون مجهزة شوية خضار كده حلوين اللي هاحشي بيهم البطة، اللي هم عبارة عن بصل وبطاطس وطماطم. أي خضار أنتِ عايزة تحطيه، كوسة، فلفل، أي حاجة أنتِ عايزة تحطيها، فلفل ألوان حطيها احشيه بيها، الخضار اللي أنتِ بتحبيه أو الموجود عندِك. كان عندي موجود بطاطس وبصل وطماطم، وحطيت عليه حبة من التتبيلة، وبدأت إن أنا أتبِّل البطة. في هنا حتّة أنا نسيتها، اللي هو بس أنا رجعت عملتها تاني، إن أنا أعمل فتحات أو نغزات كده بالسكينة في البطة عشان التتبيلة كلّها تخش في البطة من جوّه. بس رجعت طبعًا عملتها تاني أهوًا، وتبِّلتها كده بالطريقة اللي أنتم شايفينها ديًّا. معلش لو صوتي تعبان شوية، بس أنا كنت واخدة دور كده وكان صوتي مش موجود، باعتذر ليكم. وطبعًا لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك. هابدأ أتبِّل بقى أهوًا التتبيلة، وزي ما قُلت لكم الطريقة اللي أنا الحتّة اللي أنا نسيتها أهوًا، إن أنا أعمل فتحات كده في البطاية كده علشان كل التتبيلة تخُش فيها، وكمان حطيت التتبيلة تحت الجلد كده اللي قدرت إن أنا أدخّل إيدي فيه، وهاعمل فتحات في كل حتّة فيها كده عشان التتبيلة تدخل جواها كلّها وتستفاد من اللحمة كلّها اللي جوّه والعضم كمان. هابدأ الخضار بتاعي برضه قلّبته في التتبيلة، هاحشي بيه البطة كده على قد ما تاخد، والباقي برضه هاضيفه معايا في الكيس. الكيس بتاعي ده من عند العطار بتشتريه، في منه أحجام، أنا جبت الحجم اللي على قد البطة بتاعتي، وطبعًا الحجم الكبير. هاحط البطاية كده فيه. طبعًا هي بتاخد في الفرن من من ساعة لساعة ونُص كده، بالضبط هتكون مستوية معاكِ ويعني دايبة. ساعة ونُص بالضبط هتكون واخدة السوا بتاعها. هنا ربطت الكيس بتاعي كويس أهوًا، بيبقى جاي معاه الرباط بتاعه، باحكّمه كويس. وكمان هاجيب الصينية اللي هاحطها فيه أهوًا، هاحطها كده من غير لا مَيّة ولا زيت ولا أي حاجة، هي زي ما هي كده. بس هاعمل فتحات في الكيسة بتاعتي ديًّا علشان طبعًا الحوادث، لإن هو بيتنفخ في الفرن، عشان ما يفرقعش منّي في الفرن ويعمل معايا حاجة خطر. هاقوم يعني فاتحاه فتحتين كده أو 3 بالضبط، علشان لمّا يتنفخ يبقى إيه، يعني يطلّع الهوا منّه من غير ما يضرنا أو حاجة. هنا بقى كانت استوت معايا، وزي ما قُلت لكم خدت بالضبط ساعة ونُص في التسوية. كانت استوت معايا ودايبة ما شاء الله عليها. هافتح معاكم الكيس أهو زي ما أنتم شايفين كده أهي. كانت ما شاء الله شايفين اللحمة يعني فاصلة من العضم كده، وحاجة كده ما شاء الله، والخضار مستوي وطعمه جميل ولا محروقة ولا أي حاجة. وهنخلّيها تاخد لون برضه حلو كده، بس هاقول لكم عملت إزاي اللون الحلو ده. طبعًا هي بتكون منزّلة صوص أو السمنة بتاعتها أو الدهن بتاعها كده اللي نازل منها، هينزل معانا أهوًا في قلب الصينية. هاقوم واخداه كده وأقوم دهنة بيه البطاية كلّها.
أهو، وهادخّلها تاخد تحت الشواية كده 10 دقايق بالضبط، هتطلع معانا جميلة أوي ولونها تحفة جدًا، والخضار برضه اللي معاها ده طالع برضه جميل أوي وطعمه حلو أوي. هنا بقى كانت خدت الوش بتاعها وكانت خلاص كده استوت معانا وبقت جميلة، وهنبدأ إن إحنا نقدّمها وأقطّعها معاكم كمان. معايا هنا طبق التقديم، هاحط فيه شوية خضرة كده، وهاحط فيه البطاية بتاعتي أهوًا، وكمان هاحطها كده على هاقطّعها معاكم دلوقتي واورّيكم إزاي هي مستوية على آخر قطعة. طبعًا زي ما قُلت لكم لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير كتير، ويا رب، يا رب يكون عجبكم، وكمان ما تنسوش الكومنت الحلو الجميل منكم كده. يا رب إن شاء الله تكون فيديوهاتي بتعجبكم، وصّل لي دايمًا وربنا يحسن ما بين إيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.